والنهوض بلعبة كرة القدم في مصر. حضر مراسم توقيع الاتفاق كل من إيميليو بورتورجينيو اللاعب الشهير الذي تذكرونه في 86 سجل 5 أهداف في مباراة أو 4 أهداف في مباراة واحدة ضد أذكر على ما أظن مباراة تحت الاتحاد السوفيتي. طبعا مدير هو مدير العلاقات المؤسسة بالنادي، وأحمد عبدون المدير التنفيذي للمشروع في القاهرة، وبالإضافة إلى الكابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق والذي يعمل كشريك للمدير التنفيذي. وذكر الموقع الرسمي، وهذا في الصفحة الرئيسية في الموقع الرسمي في ريال مدريد، أن المدرسة التي سيتم افتتاحها في القاهرة تتسع إلى 300 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 17 عام، وستعمل على اكتشاف المواهب الجديدة والارتقاء بمستوى اللاعبين المنضمين. هذه الصور من داخل خاصة باستوديو الحياة، وطبعا مهيب عبد الهادي مدير برامج متواجد أيضا في أكبر قلاع في العالم هو استاد سانتياغو برنابو. هذا الملعب الشهير كما نتابع أيضا أعتقد إسلام موجود، إسلام الشاطر. هذه الرحلة وجود الكابتن حازم إمام. تحكي لنا تفاصيلها ونحن نشاهد الملعب الجميل، الملعب اللي فيه ذكريات تاريخية للريال، وهذا هو الملعب. بص انا هقول لك، شايف في حاجات كتير، بس شايف الركن اللي هو مهيب بقى ساعتها، لو الركن ده موجود بس لقرايب كريستيانو وكاكا، بس هم اللي يقعدوا فيه، بس مخصص للنجوم الفريق الحالي. بس هو ده شايف بتاع الطويل الازاز ده، يعني عدد كم عدد محدد ده بص شايف انت في عمود طويل كده بالظبط، ده ازاز. أيوة. ده بيعملوه لاكتر نجمين شهيرين يعني كان زمان ايام كان بيكهام وزيدان، صحابهم قرايبهم اخواتهم يقعدوا في المدرج اللي هو بالطول ده مغطى هذا بالزجاج. ايوه. دلوقتي لكريستيانو وكاكا لا حاجه جميله طبعا، حاجه محترمه وحاجه يعني بصراحه الموضوع مبسوط فيه انا كحازم، لان انا نفسي هو ده هو بالضبط ده بس كاكا وكريستيانو. حاجه كويسه ان طبعا ريال مدريد انت يعني نادي تاريخ عريق، فريق القرن في العالم وفي اوروبا واكبر بطولات في العالم، فبالتالي كان حاجه كويسه ان احنا نعمل اكاديمي. بالنسبه لي اول على فكره اكاديميه في العالم كله، هم عندهم نظام الفاونديشن، حاجات الخيريه بيعملوها، هنعملها برضو ان شاء الله في مصر. الموضوع مش بس اكاديمي، لا كمان تعمل في حاجه. وهذه اللحظه اللي في الملعب بص دي عشان يخلوا الارض الشمس فيها حراره، انت عارف في الشتاء بيبقى دايما النجيله مش حلوه. هتلاحظ ان هم حاطينها في الجزء ده بس يا حازم، مش الجزء الثاني، لان الجزء الثاني فيه شمس اوريدي. اوكي هنا الظل، فعاملين اضاءه عشان يفضل النجيله يعوضوا بنفس الشكل على طول. يعني اضاءه كلها كده سخونه، كل ده بيطلع سخونه. وزي ما بقول لك يمكن عشان في الشتاء طبعا انت عارف اوروبا كلها الملاعب بتبوظ فيها، ما عدا ده بتنزل كاننا في الصيف. وهنا المتحف، ده المتحف طبعا بوشكاش ستيفا الناس كلها، لا فوق في الدور الثالث. الدور الثالث كل حاجه موثقه بشكل كبير جدا، حتى الجزمه، حتى الستادز بتاع الجزمه، طبعا التيشيرت من اول ما ابتدت ريال مدريد لغايه دلوقتي كل الماتشات الشامبيونز ليج اللي اتلعبت، كل اللعيبه اللي لعبت في الشامبيونز ليج كلهم. هذا في الدور الثالث، بس عندهم واحد ثاني اللي فيه الكؤوس. ما هو كله ما هو بتمشي مع بعض كله في نفس الدور. هتلاقي دلوقتي كله جاي. عارف انا فاكر دي اول فاينال لعب ريال مدريد في حياته من فتره، كان تحت ممكن دلوقتي لا طلعوه في الدور الثالث. وبص دايما موثقين بالفيديوهات، يعني هتلاقي كل حاجه جنبها الفيديو بتاعها. يعني مثلا ماتش بطوله شامبيونز ليج النهائي حاطين الفيديو الاجوان بتاعه الماتش ده في كل ركن. بصراحه حاجه محترمه جدا جدا. دي اول بص دي اول فانيلا تلعب لريال مدريد، وهتلاقي حتى ان البادج مش باين عليها الشوزه كما نرى، او الجزمه. البادج بتاع ريال مدريد كان مختلف، ما كانش فيه لسه التاج الملكي، كان نادي ريال بس من غير ملكي قبل الملكيه يعني. فحطوا ريال مدريد، هتلاقي بعد كده اللوجو اتغير. هذه في سنه 1902 ده اول فانيلا لعبوا بيها بالضبط. دي تاني فانيلا، يمكن التيشيرت الاولانيه مش باينه بس. وهذه اللقطات كل شوف يحتفظوا بكل شيء. كان اسمه مدريد الاول ولا لا ريال مدريد بس ما كانش او ما كانش رويال، يعني كانش النادي الملكي. يعني لما بقى اسمه ملكي فابتدوا فحطوا اللي هو التاج اللي هو على البادج ده. لكن 1902 ما كانش موجود التاج. شوف هنا كل دي بقى بعد كده مراحل، بعد كده في السبعينات اعتقد الكلام ده. ف يعني بقول لحضرتك مدرسه كويسه ان شاء الله تبقى في مصر وتعلم كوره. وادي الكوره اللي مش عارف كانوا ازاي بيلعبوا الحاجات دي بصراحه. جزمه كبيره جدا وكوره شكلها غريب، واستاذات تخش في رجليك من تحت ما تعرفش تلعب بيها، ما اعرفش ازاي كانوا بيلعبوا سبحان الله يعني. نعم.
كل هذه الامور وتفاصيلها سترونها ايضا مع المتالق دائما منيب عبد الهادي في برنامج نجوم الملاعب في هذه الزياره. وهنا رؤساء الانديه، رؤساء الانديه طبعا. نعم. هو برنابيو هو رئيس نادي، بس هو رئيس النادي المهم اللي الاستاد اتعمل باسمه. في كل دول رؤساء انديه كانوا موجودين، ولكن اكبر لان سانتياغو برنابيو لعب في النادي وبقى في مدرب في النادي، واحد من النجوم الكبار، وبعدين بقى رئيس النادي. فعشان كده قعد في حوالي 30 سنه جوه نادي ريال مدريد، فعشان كده اتسمى الاستاد باسمه، وهو اتعمل الاستاد ده في عهده يعني. هنا طبعا صوره في لقاء ميلان وريال، ديفيد بيكهام وشيفشينكو، وهنا كابيلو وايضا ديل بوسكي. هذه صوره الاثنين دول ريال مدريد. وهذه ايضا لقطه نراها لتؤرخ هذا النادي العملاق، النادي التاريخي، ايام بالطبع النجوم الكبار الحقيقه، دي ستيفانو وخينتو، هذه الاسماء الكبيره. ريال مدريد، انت عارف يا حازم كمان ان هو نادي ريال مدريد ابتدى بحوالي 5 أو 6 لعبات، يعني كان في كوره وباسكت وبيسبول ويد، وكل ده اتلغى خلاص، ما بقاش فيه دلوقتي غير بس كوره وباسكت. هم دول بس الحاجتين اللي بيشتغلوا فيهم نادي ريال مدريد حاليا، ما بقاش في كل ال6 ألعاب الاخرى اتلغوا يعني. كمؤسسه احترافيه الان تختص في كره القدم والباسكت بول، وهذه الكؤوس التي نالها هذا الفريق طبعا القاب كثيره. يعني نذكر ان بطوله انديه العالم فاز بها من 55 لغايه 60، يعني ايام خينتو 5 ورا بعض 5 مرات، وكان اول نادي وتشامبيونز هتلاقي ليج برضه كذا. مهيب جايبها دلوقتي ال5 كؤوس او 9 كؤوس بتوع الشامبيونز ليج كلهم. ده كاس بتاع الباسكت ان هم كسبوا برضه بطوله الباسكت مع برشلونه، الانديه القويه في الباسكت الريال. كسبوها السنه دي، لسه كسبانها ابطال الباسكت يعني. هي دي الصوره، فلورنتينو بيريز رئيس النادي معاهم. هذه صور الخاصه باستوديو الحياه مع منيب عبد الهادي، اللي كان في ايضا زياره في تغطيه هذا الحدث في اسبانيا في مدريد. الست هنا بتقول لنا حوالي 10,000 كاس كسبوه، ما بين بقى يعني كلها مباريات وديه وبطولات وديه يعني. 10,000 كاس، 10,000 كاس، تاريخ اكثر من 100 عام بالنسبه لفريق ريال مدريد، وهذه كلها تؤرخ. هذا مفقود هنا. انت عارف وانا ماشي هناك عمال افكر في نادي الزمالك، عمال افكر في الزمالك، ولو عملنا استاد يتعمل فيه لازم الكلام ده كله بشكل، مش سايبين حاجه حازم، مش سايبين اي حاجه في الموضوع. كل حاجه حتى اللعيبه في كده هتلاقي في فيترينا برضه مهيب هيجيبها اكيد، كل اللاعبين اللي كسبوا بطولات السوبر اوروبا، احسن لعيبه في العالم هم في ريال مدريد، محطوط الكاس بتاعهم، محطوط السنه بتاعتهم، اي حاجه اتعملت في ريال مدريد ليها علاقه محطوطه، مفيش حاجه منسيه. هذه كل الالقاب و 31 بطوله على الكاس الكل. نلاحظ حتى اكبر كاس، بص ده اكبر كاس في اعتقد في العالم يعني، بص عامل ازاي، هذا كبير جدا. ده حاجه وديه، كل ده ودي. بص قد ايه حاجه ما اعرفش شالوه ازاي اساسا يعني. انا بقول لك اكبر ناديين في مصر الاهلي والزمالك ما عندهمش استاد. انت لو عندك الاستاد بتاع النادي الزمالك او النادي الاهلي ممكن تعمل حاجه زي كده، متحف وتحط التاريخ بتاعك، تؤرخ هذه الاشياء يعني اكبر ناديين في مصر الاهلي والزمالك هو اكتر ناس حاصلين على البطولات، اللي يقدروا يعملوا متحف ويقدروا يعملوا حاجه زي دي بالظبط. نعم. وهذه الصوره بين رونالدو وزيدان. دول بقى بص، هي دي بقول لك عليها، دي اللاعبين اللي حصلوا على احسن لعيبه في العالم او احسن لعيب في اوروبا، جوائزهم والصوره بتاعتهم. هتلاقي كل لعيب يسيبوا الجوائز بتاعتهم في النادي، او بتبقى نسخه منها، نسخه منها مقلده حتى القمصان، يكتبوا عليها التاريخ اللي لعب وكل يعني هتلاقي اسامي كل لعيبه موجوده عليها، حتى الشوزه يكتبوا عليها التاريخ. دلوقتي حتى اللعيبه الموجودين كلهم في ريال مدريد، كل واحد في برضه في المتحف كل واحد سايب جزمته موجوده عليها وصورته وهو بيلعب بيها. اللعيبه الحاليه كوبي اوريجينال يعني، هتكون كوبي اوريجينال. لا الحاليه حاطين، لا الحاليه الجزمه يلعب بيها ماتش والتاني ويحطها بالضبط يعني. هي اسعار بالملايين يعني. وهنا طبعا الصوره يصوروا جنبها يعني من الصور. لا وفي حته برضو حاطين صوره كريستيانو وصوره مورينيو، وانت تتصور مع كانك بتصور معاهم. مهيب هنا طبعا. انا شفتها برشلونه دي يعني عايز تصور مع اي حد كشف نفسه ريالي يعني مدريد. بص الصور هي اللي بقول لك عليها، كل واحد حاطط جزمته وهتلاقي صورته فوق يعني. شوف الملعب طبعا كما ذكرنا في الرحله كان موجود اسلام الشاطر. اسلام، انا عاوز اقول ان اسلام معانا في الشركه، معانا في الشريك معانا، احنا 5 شركاء في الموضوع ده، واسلام معانا. انا بس خطوه رائعه، 3 اخرين يعني، ان شاء الله تبقى حاجه كويسه يعني باذن الله.
نعم، وهذه كلها الجوله اسلام برضه من اللعيبه والناس المحترمه في كره القدم، ولعيب تاريخه في الكوره كويس، هو شخصيه محترمه وشخصيه محترمه محبوبة. جدا. فانا واسلام ومعانا 3 اخرين، وان شاء الله نقوم بحاجه كويسه يعني. وعايز اقول لك الموضوع مش تجاري بس حازم، لا كمان ان شاء الله الناس اللي يعني هننزل المراكز الشباب والكلام ده نعمل لهم مدارس. دي اهم حاجه ريال مدريد عايزها، ان هو ينزل للناس، مش بس موضوع فلوس او اكاديمي، لا موضوع ان هو حاجه خيريه الناس كلها لازم تستفيد، ويخلي فيه امل اللعيبه الفقراء او ما عندهمش فرصه ان هم يوصلوا الانديه، ان هم يوصلوا لريال مدريد يعني. صوره تذكاريه طبعا. هذا هو بورتوجينيو اول ما جه. بورتوجينيو طبعا تفتكره في 86 غير خالص يا اخي. بس بقول لك كاس يعني العالم 86 يعني. اختيار موفق جدا من ريال مدريد يا حازم، راجل فيري بريزنتبل، راجل اول ما هو يتكلم السلام حار ريته بينه وبين مهيب ريت. مهيب قال له انا فاكر كانوا عمل معاه لقاء قبل كده، فطبعا راح عامل معاه على طول. يعني كان من اللاعبين الرائعين الحقيقه. شوف عجز الحقيقه. شوف عايز اقول لك حاجه حازم، هو محطوط في حته لازم يبقى واحد اجتماعي، بيعرف بيتكلم انجليزي. انت عارف الاسبان برضه ما بيتكلمش انجليزي كويس، بيعرف يتكلم انجليزي كويس، فيري فريندلي، متواضع جدا، يحسسك ان هو يعني هو واقف معاك مبسوط جدا، مش مثلا مش ان هو نجم كبير بقى وريال مدريد ان هو مثلا بيتعامل معاك من فوق. مصر بقى يقعد يتلفف منك. يعني راجل متواضع جدا، لذيذ جدا جدا، مش عايز يعني قعدنا معاه كتير، مش ودينا ورانا حاجات كتيره جدا. فبصراحه اختيار موفق جدا جدا، ودي حاجه مهمه انك اختيار راجل مناسب في مكان مناسب، قيمه واسم، وفي نفس الوقت شغال كويس يعني. نعم. وهذه مفاجأة يا كابتن حازم، ما حد صورها طبعا مع كاميرا الحياة. مهيب ما سابش حاجة، غرفة ملابس ريال مدريد يعني. كل هذه الأمور ما نكشفش الأمور، نخلوها في برنامج النجوم. أنت حرقت مهيب خلاص. حرقنا برنامج مهيب دلوقتي. خلاص خلص. بس هو الله كريم مهيب اللي زودنا بهذه الصور الجميلة. إيميليو بورتوجينيو طبعا سيكون له لقاء خاص مع مهيب عبد الهادي إن شاء الله.